السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة أنت متميزة مع جيجي. جيتكم اليوم بوصفة معجون الأناناس الرائع، وصفة سهلة وبسيطة، فيديو خفيف ظريف ما راحش يفوت أكثر من 3 دقائق. نبداو بالمقادير. عندي لهنايا أناناس معلب البنات، قطعته صغير، يعني كل شريحة قطعتها على 4. إذا عندكم أناناس طبيعي يكون أحسن وأحسن. أنا راني قطعته على 4 واستخدمت الأناناس المعلب. عندي كأس تاع شراب الاناناس اللي نلقاوه موجود في نفس العلبة تاع الاناناس. عندي مع كأس تاع ماء، يعني هذا للسيروش رايحين نخدمه. وعندي كاس ونص تاع سكر عادي، وعندي لوز ايفيلي. انا هنا راني خدمته باللوز ايفيلي البنات، وتقدروا تستخدموا اي نوع تاع مكسرات. اول حاجه رايح نبداو بها، رايح نحطوا السكر والماء والشراب تاع الاناناس، نحطوه في ان كاسرول كي يغلي لمده 10 دقائق. رايحين نضيفوا عليه قطع الاناناس. لهنا البنات حطيت هذاك الشراب كامل المكونات، السكر والماء والشراب الاناناس، حطيتهم مع قطعه تاع قارص وخليتهم يغليو لمده 10 دقائق. كيما راكم شايفين هنا بعد ما غلى لمده 10 دقائق رايحين نضيفوا عليه القطع تاع الاناناس. وكل ما تتشكل رغوه فوق الخليط تاعنا هذا، فوق السيرو، رايحين نحيو الرغوه هذيك البيضاء. كيما راكم شايفين هنا هذيك الرغوه رايحه ننزعها، نخليوه يغلي لمده 10 دقائق البنات، ونطفيو عليه. ورايحين نحطوه فوقو لوز ايفيلي ويكون المعجون تاعنا واجد. اي فوالا البنات، هذا هو المعجون تاعنا، ساهل خفيف وظريف. راح يجينا بالسيرو تاعو مش خفيف بزاف ومش ثقيل. وكما قلت لكم اللي عندها معجون اللي عندها الاناناس الطبيعي يعني حبات، راح يكون احسن واحسن. انا استخدمت المعلب، واللي تحب تضيف اي نوع تاع مكسرات تقدر تضيف اي نوع. تضيفهم قبل 5 دقائق ما تطفي عليه، وتحطهم ديكوري بهم. ولهنايا نقول لكم سلام والى الملتقى.